نشنت يا فالح؟ لأول مرة الجملة دي تقدير وشطارة مش تريقة. كل الأدوية ليها ساعة ذروة. يعني إيه ساعة ذروة؟ يعني وقت بتبقى شغالة بشكل كبير وفعالة جدا في جسمك. ليه المعلومة دي مهمة؟ لأن ببساطة أنت ممكن تبقى حاسب أكلك كويس وحاسب الجرعة كويس بس واخدها في التوقيت الغلط. المعلومة دي هتفرق معانا بشكل أساسي لما نيجي نتعامل مع ظاهرة الفجر وظاهرة السموتشي. تعالوا اقول لكم ازاي. مثلا في التعامل مع ظاهره الفجر، مش قلنا ان في افراز هرمونات عمال يطلع واحنا نايمين؟ لو انت ظبطت ونشنت صح ان ذروه طويل المفعول يقابل افراز الهرمون ده، هياخد السكر لتحت، فبالتالي افراز الهرمونات مش هيعلي سكرك ولا طويل المفعول هيقلل سكرك، فتصحى سكرك مظبوط. طيب لو بتعاني من السموجي، ده معناه ان السكر بينزل بالليل، يبقى تأثير القاعدي وذروته محتاجة تبعد تماما عن وقت ما انت نايم ووقت ما انت بتهبط. ممكن تاخده الصبح. عشان كده قلنا معرفة المعلومة دي بتاعت التوقيت مهمة قوي، لان انت لو اخدته واشتغل عليك بالليل وكان في وقت الذروة هيؤدي لهبوط جامد جدا، وهتصحى تلاقي سكرك عالي برضو مش هبطان. لو مش عارف المعلومة دي، اتفرج على الفيديوهات القديمة عشان تشوف يعني ايه سموجي ويعني ايه ظاهرة الفجر. اكتبوا في التعليقات تحت او ابعتولي لو عايزين تعرفوا اكتر عن اكتر الاوقات اللي بيبقى فيها الانسولين شغال في جسمنا، اللي هي ساعة الذروة.